أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت مؤشرا إيجابيا بقيمة بلغت أكثر من 775 مليون دينار بحريني من خلال 5099 معاملة مقارنة بالعام الماضي. نعم، أشار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري لأن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس جاذبية السوق العقاري واستمرار نموه. انطلاقا من توفير بيئة استثمارية جاذبة ترسخ مكانة مملكة البحرين كمركز عقاري إقليمي، سجلت التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام 2025 مؤشرات إيجابية بقيمة 775 مليون و200 ألف دينار بحريني من خلال 5099 معاملة مقارنة في الفترة ذاتها من عام 2024. وأشارت الإحصائيات الأخيرة ارتفاعا في نسبة النمو نصف السنوي لقيمة التداولات العقارية في فئة الجنسيات الأخرى تصل إلى أكثر من 20% مقابل 4.39% لفئة البحرينيين. وعلى مستوى المحافظات تصدرت نسبة النمو محافظة العاصمة، تلتها محافظة المحرق، ثم المحافظة الشمالية. فيما سجلت قيمة التداول العقاري في فئة البيوت نمو بلغ أكثر من 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تلتها فئة الشقق. كما أظهرت البيانات تقاربا بين الجنسين في معاملات نقل الملكية، ما يعكس البيئة العقارية الجاذبة والتسهيلات المقدمة. هذا وأظهرت إحصائيات نقل الملكية تزايد إقبال مختلف الفئات العمرية على التداولات العقارية، وهو مؤشر على حيوية السوق وتنوع احتياجاته، كما يعكس مستوى الثقة المتنامي في البيئة العقارية التي تدعمها إجراءات شفافة وواضحة تسهل على مختلف الأفراد الدخول إلى السوق واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة. ويعتبر هذا التنوع العمري أحد مخرجات تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية. جهاز المساحة والتسجيل العقاري يواصل تنفيذ سلسلة من المبادرات الداعمة للتحول الرقمي وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة العميل، بالإضافة إلى دعم مؤشر الشفافية من خلال نشر تقارير لحظية ودورية للتداولات العقارية على الموقع الإلكتروني، بما يمكن المستثمرين وصناع القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة.